السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، أهلا وسهلا. نعود إليكم بعد أيام من العيد الكبير، الذي أن يكون أن يدخله الله علينا بالخير واليمن والبركة، وحج مبرور ومبروك لكل من طبعا سنحت له الفرصة بالذهاب إلى بيت الله الحرام. طبعا في هذه الأيام المباركة طبعا يأتينا خبر من السويد. هذا الخبر هو حرق نسخة من نسخ القرآن الكريم من طرف شاب عراقي، أعتقد أنه مسيحي، في بلد اللي هي السويد، اللي ليس الأول مرة تتجرأ على مثل هذه الأفعال، ربما الثانية أو الثالثة. لندرك جيدا بأن مجتمع السويد هو مجتمع اللي 80% من السكان ديالو هم ملاحدة، وبالتالي الناس اللي كيمثلوا يعني الانتماءات الدينية هم قلائل جدا، ما كيتجاوزوش 20%. لذلك العلمانية حيت كتاخذ هذه المنحة ديال العداء للأديان، وهي كتختلف على الإلحاد اللي يعني أنا ملحد ولكن أنت تعتقد كما شئت، يعني لا يهمني أن تعبد ما تريد، أنا ملحد. ولكن وهذه الظاهرة كنلقاوها في الصين، لأن حتى أغلب سكان الصين هم ملحدون، لكنهم يسافرون الدول العربية ويحترمون الطقوس العربية ويحترمون الأديان ويحترمون طقوس، لأنهم يدركون بأن هم شركاؤهم في الاقتصاد، في التنمية، في الحياة إلى غير ذلك. وبالتالي يدركون جيدا بأن اعتقادهم الإلحادي لا يجب أن يكون أن يعرقل حركة الحياة وحركة الاقتصاد والاجتماع والتلاقي إلى غير ذلك. لكن السويد هنا ربما لأنها دولة غنية جدا وعدد السكان قليل، فالعلمانية هنا كتاخذ منحى آخر، منحى عدائي، ليس المنحى أن تعتقد ما شئت وأنا أعتقد ما شئت، ولكن لا يتجاوز أي واحد منا حده. بالتالي كل واحد له مساحة معينة فيما بيننا ليترك للمجال للآخر يتعبد ما يريد. الإلحاد في السويد هو هجومي، هو عدائي، هو من نوع من الإلحاد الذي يخاصمك، يعاديك، يستفزك، يجرحك الى غير ذلك من الامور. طبعا علاش هنا كنقولوا مادام ملحد لماذا لا يهاجمون المسيحيه؟ لان المسيحيين اغلبهم طلقوا المسيحيه، يعني لم يعودوا متدينين بشكل كافي، وبالتالي هم لا يزورون حتى الكنيسه ايام الاحد. فهناك نفور من المسيحيه من طرف المسيحيين انفسهم، رغم السلطه القويه اللي كاينه في روما مثلا، في الفاتيكان والبابا الى غير ذلك، لكن هذه السلطه تخنعوا للقوانين العلمانيه، بحال الشذوذ، بحال اي ظاهره جديده كتباركها، وبالتالي ما كترجع حتى للكتب ديالها او الاناجيل القديمه، رغم ادراكنا انها محرفه وبانها غير صالحه لهذا الزمان، لكن على الاقل لا يحترمون حتى الحد الادنى من الطقوس المسيحيه اللي موجوده الى غير ذلك. فطبعا المسيحيه هي ذيك الدين اللوكس، يعني الجميل، اللي كيتناسب مع التطورات ومع الحضاره الغربيه بإلحادها، بشذوذها، بكل ما يهدم القيم الى غير ذلك. لذلك هنا الخصم الحقيقي هو الإسلام، لأن الإسلام هو اللي عنده السلطة الروحية حاليا، هو اللي طبعا الأوروبيين يدخلون الإسلام كل يوم، وبالتالي المسلمين محافظين في قيمهم على الأعياد، على المناسبات الدينية، على خلق الجو الإسلامي، الذهاب إلى المسجد يوميا، الصلوات الخمس إلى غير ذلك. من هذه الأمور اللي هما يعني تزعجهم وتقلقهم، ويحاولون البحث على كل الاشياء اللي ممكن انها تستفز الدين. وكيلقاو مع الاسف ماشي منهم هما، كيلقاو ناس اللي كيستاجروا نفسهم مع الاسف، كيكونوا مطيه لا بحال هاد السلوكات، لان شاب عراقي مع الاسف، لانه هو اللي كيقدم نفسه، يعني كيكون هو ذلك حاشاكم، يعني ذلك المنديل ديال المرحاض، اللي هو الماده يعني اللي غتناولها الاعلام وغادي يعيشوا عليها الى غير ذلك. وبكل تأكيد هذا لا يضر الإسلام في شيء، وبالتالي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكثير من الظواهر اللي وقعت على هذا الشيء جعلت الكثير من المسيحيين يراجعوا أنفسهم ويدخلوا الإسلام. شارل إبدو حرق القرآن في مجموعة ديال الدول خلى الناس الأمريكيين نفسهم أنهم يقلبوا على الإسلام وعلى المصحف، يعرفوا شكون هذا القرآن هذا وشحال هذا المصحف، ودخلوا واحد عدد هائل من الناس للإسلام. صحيح الغضب ديال المسلمين والامتعاض ديالهم للآيات القرآنية وهي كتحرق، ولكن هو فقط نسخة من القرآن الكريم. الحمد لله الذكر محفوظ للقلوب ومحفوظ بقيم الناس وعند المؤمنين، وبالتالي غادي يحفظ الله هذا الدين إلى أن تقوم الساعة. لكن هذا الجرح وهذه الإهانة طبعا هي غير مقبولة نهائيا، وبالتالي السلوك اللي دار المغرب في سحب السفير هذا سلوك عادي جدا، يعني خصو يكون دائما، يعني كيخصو يكون اي سلوك اللي كيضر بالاسلام راه كيخص يكون التصرف بحال هذا الشكل، لان باش يعرفوا بانهم يعني الدول الاسلاميه راه ما يمكنش تسكت على بحال هذه الامور. وفوق ذلك بان هذا الشخص هذا خرج اليوم، اعتقد بانه خرج
وكيقول بان ما لقيتش الامن وبانني مهدد من العالم الى غير ذلك. فهذا الشخص بعد حرق القران غادي يعيش واحد الازمه نفسيه خطيره جدا، كما وقع لسليمان الرشدي في ايات شيطانيه. تهديد ايران ليه بالقتل خلاه يعيش يعني سجين البيت ديالو، بالتالي كيعيش واحد الازمه نفسيه، ازمه امن. وبالتالي الانسان حين ما كيعيش الطمانينه والامن الذاتي وما كيعيش لا كيعيش في عذاب كلي. هذا بدا رحله العذاب، هذا الشخص هذا العراقي بدا رحله عذاب في حياته ولن تنتهي حتى وان لن يتعرض اي شخص، لكن غادي يعيش واحد الازمه نفسيه خطيره جدا. وبالتالي من يحارب الله ورسوله فلينتظر حربا طبعا عليه وعلى حياته وعلى فنعمه الامن والسلام والاستقرار النفسي هذه واحد الحاجه كبيره جدا. لكن الانسان اللي ما عرفش كيفاش يقيمها غادي الان سيحصد ما زرعه طبعا من سلوك اللي هو شاذ ونشاذ وغير مقبول نهائيا، لا اخلاقيا. ولو كان سوي الدوله كتحترم يعني الاديان وكتحترم القيم ودوله متحضره بالفعل، ما ترخصش بحال هاد الناس هاد السلوك الارعن اللي ممكن يورطها في مشاكل اقتصاديه في المستقبل. والدليل هو جاي في القدام، لان اليوم الاقتصاد في العالم كيعرف واحد الجغرافيه اخرى، كيعرف واحد التنوع اخر. حرب الطاقه، الحروب روسيا واوكرانيا، جغرافيه العالم في الاقتصاد ستتغير، وبالتالي تلك هؤلاء الاقوياء سينزلون وستصعد دول ناميه وستصعد دول اخرى طبعا في المستقبل. وربما الارهاصات والاشارات بدات تظهر للعيان. على كل هذا الموضوع، ونمر لموضوع اخر اللي هو فرنسا تحترق بسبب طبعا قتل شاب جزائري، وهذا سلوك مرفوض وسلوك اللي هو عنصري ما يقبلوا اي احد مهما كان تونسيا او مغربيا او جزائريا او اي شخص. بالتالي هذا سلوك اللي هو مرفوض، وبالتالي طرق الاحتجاج على العنصريه غادي ياخذ شكله الحضاري، بمعنى احتجاجات في الشارع اللي كتكون مسالمه وكتهز دي ميساج لرسائل الدوله الفرنسيه باش تراجع المؤسسه الامنيه وتراجع هذا النوع من السلوكات اللي هي طبعا غير مقبوله ومرفوضه نهائيا. لكن اللي وقع هو ان دخلوا على خط واحد الاجنحه اللي ارادت تدمير فرنسا ربما لخلط الاوراق. وبالتالي هنا فرنسا بما انها يعني ظالمه في هذه المساله غتولي هي ضحيه. لذلك خصنا ننتبهوا لكثير من الامور، لان فاش كتخرج الاحتجاج على المدى ديالو كاينين اشخاص اللي ما يعني ربما اريد ان هذه المعركه النضاليه، هذه المعركه الحقوقيه، هذه المعركه اللي كتهم العنصريه وكتهم حقوق الانسان تمشي في المدى ديالها والتحقيق يمشي حتى للمدى ديالو. لكن مع الاسف تحول الى حرق فرنسا، حرق المؤسسات، حرق. لا يعقل ان انسان كيعيش في فرنسا كيستافد من الانتريت ديالو ومن التطوير الصحيه الاجتماعيه الى غير ذلك من الامور، في نهايه المطاف يقوم بحرق حرق الممتلكات الخاصه، وربما سيارات نتاع ناس مهاجرين تحرقات الى غير ذلك من الامور. يعني هذا سلوك اللي بعيد كل البعد على ما يراد من فرنسا، وعلى أننا نحط فرنسا في موقف صعب دوليا، لكنها تحولت إلى ضحية. وبالتالي غتكون القرارات حاليا مستقبلا بالنسبة للمهاجرين غتكون صعبة جدا، وغتكون يعني ربما غادي يكون هناك ارتداد وتراجع على تسوية وضعية كثير من المهاجرين في فرنسا، وهذا غادي نقطة ستضر بالمهاجر نتاع الأفارقة لفرنسا. لذلك كيخص الإنسان ينتبه باش ما يوقعش في الفخ، لأن كنكون انا مظلوم مثلا ولكن ما عرفتش ندافع على حقي غادي نتحول الى ظالم. كنقدر يبدر مني سلوكات وانا مظلوم ومجروح عن طريق الغضب او عن طريق يعني المبالغه في الغضب الى ظالم وليس مظلوم، وهذا هو اللي كيستافدوا منه هما باش كيحولوه لصالحهم. لذلك خصنا ننتبهوا لهذه الامور، لان الانسان المدرك الواعي لهذه الامور هذه راه ما يسقطش في الفخ بحال هذا النوع. طبعا لا يسعني الا ان اودعكم الان نظرا حتى لا اطيل عليكم، الى حلقه مقبله بحول الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.